الاهلي كاد ان يفعلها. شوط اول رائع للنادي الاهلي، وفي نهايه المباراه النتيجه 2-2. اصدقاء احبابي متابعينا في كل مكان، اهلا بكم على قناه ايمن سبورت 2 وحلقه جديده من حلقات فرفوش واصحابه. ينفع كده اللي عمله الاهلي النهارده؟ عندك حق يا كوتش، فرط فوز كان كبير ليه يسجل في التاريخ. الاهلي يتعادل مع سيمبا التنزاني 2-2 في بدايه الدوري الافريقي. بصراحه الشوط الاولاني كان رائع. ايه اللي جرى في الشوط الثاني؟ اللعيبه جايه مرهقه. طبعا يا كوتش، كتر خيرهم اللعيبه يعني. بصراحه انا زعلان على الماتش ده، المفروض يخلص 3-4 على الاقل ومرتاحين يعني. يلا. وعلى قد العك اللي عكوه في اول ربع ساعه، انما كان برضه في امكانهم ان هم يطلعوا فايزين في الشوط الثاني. المباراة أقيمت في ضمن فعاليات بطولة دوري السوبر، ودي بطولة مستحدثة جديدة من الكاف، ويحصل على المركز الأول قيمة 4 مليون دولار. وفي 6 ماتشات بس. ورغم كده النتيجة برضو حلوة مش وحشة، وبرضو هنراعي الظروف اللي في مثلا في خط الدفاع. عندك معلول ما جاش عشان أزمة الطيران، وعندك إصابة عبد المنعم برضو فارق، وعدم جاهزية إمام عاشور بدليل اللي هو ما لعبوش النهاردة. فيعني إن شاء الله لما يجي لنا يوم الثلاث بقى إن شاء الله الثلاث الجاي هيبقى الوضع يختلف تماما إن شاء الله. ومودست ده مهم جدا جدا. انت بتتريق يا كوتش؟ ماشي، الله يرحم سامسون وخلافه. على العموم هو عنده كورونا دلوقتي، ولما يخف ان شاء الله هيفوق وهيبقى حاجه تانية، بس اصبر انت عليه. اللي قول لي يا كوتش، اخبار انتخابات الزمالك ايه؟ انا رحت هناك بصراحه زحمه وفي اقبال حلو، يعني حاجه تفرح يعني. ووقت تسجيل الحلقه بتاعتنا بيفرزوا الاصوات ولسه النتيجه ما ظهرتش، فاحتمال كبير طبعا هيكون حسين لبيب هو الفائز يعني. هو المشكله مين اللي هيفوز؟ المشكله ان المجلس ده مش هيكمل، لان هتبقى فيه طعون كتير عليه من اللي بيحصل ده يعني. ايه اللي حصل يعني؟ انسحاب مرشحين وبعضهم يرجع والبعض التاني ما يرجعش، غير كمان حسام المندوده اللي اتعمل عليه حكم قضائي وبرضه راح خاض الانتخابات، فكده هتبقى الانتخابات كلها باطله. الله يطمنك، انا عارف الزمالك دايما حظه قليل.